نعاود لكم قصص ديال بعض الناس اللي وقفوا على الطلاق ومشاو عند المعالجين بعلم النفس الجنسي وعطاوهم حلول. في الدار البيضاء زوج قال لمراته: انا ما بقيتش قادر، البرود قتلني. وهي جاوبته بالدموع: وانا كنت كنتسنى غير كلمه منك. مشاو لمركز علاجي وتعلموا كيفاش يهضروا بلا خوف، واليوم عايشين بحال العرسان جداد. وفي مراكش راجل كان كيشكي: السرعه فضحاتني، ما كنقدرش نرضيك. مراتو كانت حاسة بالخذلان، ولكن ملي جربوا تقنيات التنفس والتواصل مع الأخصائي لقاو السعادة اللي كانت ضايعة. في قلعة صراغنة سيدة قالت لراجلها: أنا ما بغيتش الطلاق، أنا بغيت نفهمك. بعد جلسات علاج سلوكي عرفوا أن المشكل ماشي في الحب، المشكل كان غير في التعبير والسكوت. واليوم كيحكيو أنهم رجعوا يعيشوا الانسجام اللي ضاع منهم. طلاق ماشي قدر محتوم كيطيح من السماء، طلاق غالبا كيجي من صمت السرير وصوت مخنوق ورغبة مكبوتة. والشفاء ماشي معجزة، الشفاء كيبدا من كلمة صادقة، من لمسة حنونة، من ضحكة صافية وسط سرير واحد.